الويسترن بلاد هي تقنية تستعمل لتحديد وجود بروتين معين في العينة. قبل ما نبدأ في الويسترن بلاد بنحتاج نفصل البروتينات على حسب الحجم بواسطة تقنية ال SDS page واللي كنا شرحناها بالتفصيل قبل كده. الفكرة أو المشكلة اللي بنقابلها بعد تطبيق ال SDS page ما بنكونش عارفين هل البروتين بند اللي بيتحاز الحجم اللي احنا متارجتينه هو السبيسيفيك بروتين اللي احنا فعلا عاوزينه ولا بروتين تاني بس عنده نفس الحجم أو حجم مقارب. فبتيجي هنا الويسترن بلاد عشان تعالج المشكلة دي. بنبدأ الخطوات بإن إحنا ننقل البروتينات من الجيل لغشاء أو ممبرين واللي بيكون من نوع النيتروسيلولوز أو البي في دي إف، وده بيتم بواسطة طريقة الإلكتروبلاتينج اللي فيها بنستعمل تيار كهربي عشان نوصل البروتينات السالبة من الجيل للممبرين. وبنعمل الخطوة دي عشان في الجيل البروتينات بتكون مدفونة جوه شبكة ثلاثية الأبعاد، فبيكون صعب للأنتي بوديز الوصول والتفاعل مع البروتينات بفعالية. بالإضافة إن الأنتي بوديز ممكن ترتبط بالجيل في أماكن ما فيهاش بروتين نون سبيسيفيك بايندينج، وده ممكن يؤدي لإشارات مزيفة، ودي مشاكل الممبرين بيحلها. بعد ما ننقل البروتينات للممبرين بندات البروتين بتكون غير مرئية، فبنعمل ستيننج عشان نتأكد إن النقل تم بنجاح. بعد كده بنعمل خطوة البراكن، يعني بنقفل الأماكن اللي ما عليهاش بروتينات عشان الأنتي بوديز ما ترتبطش بيها، وكده عالجنا المشكلة اللي كانت في الجل، وده بيتم بإن إحنا نعمل انكيوبيشن للممبرين في ملك. دلوقتي هنبدأ خطوات الانكيوبيشن. هنضيف البرايمري انتي بودي واللي هيرتبط بالسبيسيفيك بروتين بس. بعد كده هنعمل واشنج للتخلص من اي انتي بودي غير مرتبطة. بعد كده نضيف السكندري انتي بودي واللي بيرتبط بالبرايمري انتي بودي بيكون عليه انزيم، وبعده نعمل واشنج. بعد كده نعمل انكيوبيشن للممبرين في بفر فيه سبستريت مناسب بيتفاعل مع الانزيم اللي على السكندري انتي بودي فيدي اشاره ضوئيه او كالوريمتريك كدليل على وجود البروتين، وكلما زادت كثافه البند كان دليل على وجود البروتين بكميه اكبر، وبكده بنكون قدرنا نحدد وجود البروتين المحدد في العينه. لو عجبك الفيديو وشايف انه مفيد اضغط لايك واشترك في القناه عشان اليوتيوب يبدا يقترح الفيديوهات لناس تانية.